Thank you very much. The National Chief Imam will sum up the Quranic reciters with a prayer. Thank you. Excellencies, mourners, friends and sympathizers, ahead of the arrival of the National Chief Imam, the whole of the entirety of the whole Quran has been recited. The appended prayer, which sums up the prayer, is what the Chief Imam is going to render at the moment. So we just go to the National Chief Imam for that to be done. As-salatu ala al-Nabiy al-Kareem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين. سورة البقرة مدنية وهي 286 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن وحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وعن سائر أمهات المؤمنين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وعلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربنا يا خالقنا ويا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم. يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهار من علينا جسرا. يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضاعة وحرج وامدد علينا من إيماك الأمن صرادقا من عل في أعيننا. اللهم أرسنا بعينك التي لا تنام وقنفنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضام. اللهم إنا ندربك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم ربنا اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطاعينا وعاصينا. اللهم ربنا اغفر لنا أجمعين
وتوفنا مسلمين وأشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واخفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وقف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Arriving now is Her Excellency Professor Jen Nana Opoku-Agyeman, the Vice President of the Republic of Ghana. So, ma'am, you are welcome. While we wait for the arrival of the president, the band will give us an interlude. Arriving now is the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama. Respectfully, shall we please stand to welcome him?
We shall now have the national anthem. Thank you very much, sir. Shall we please be seated? With the arrival of our president, all is now set for our interfaith burial service. I have a singular honor of inviting Apostle Dr. Brigadier General Benjamin Godson Kumiwood to start the program with us. Sir. Dearly beloved, we begin the burial service in honor of our foreign heroes, late Honorable Dr. Edward Kofi Omane Buama, Honorable Dr. Ibrahim Mutala Mohammed, Honorable Mohammed Muniru Limuna, Dr. Samuel Sapon, Mr. Samuel Abuaje, Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manem Chum Ampofo, Sergeant Adumensa Ernest, in the name of the Almighty God, the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. We will now request the choir, backed by the band, to lead all of us as we stand to sing hymn 1 in the program, Kali Hymna, hymn number 305, Hark, Hark, My Soul. We shall sing the first two and the last stanza.
Shall we pray? Gracious God, our Father in heaven, we give you thanks, we give you praise, we honor you, O God, for the gift of life and the wonder of our being, for your mercies towards us, and for keeping all of us alive to see this day, and even for bringing us together as we join hearts and minds and bid farewell to our fallen heroes in this interfaith service. We pray, O God, that though we grieve as families, grieve, O God, as armed forces, grieve as a nation, we do so not without hope. Because Jesus died and rose again and lives forever, we are assured, O God, also that our compatriots who are fallen live on in you. And in this assurance, O God, we are guarded and pray that even as we bid them farewell, your word will bring comfort to us. The entrance of your word will bring light to every one of us, that the pain of grief and all that we go through, O God, will be relieved by the power of your Spirit. Minister grace to us, O God, in this service. And may we, at the end of the day, give glory to your name. Renew our sense of patriotism and commitment, O God, to the cause for which you have called us. And Lord, grant that your mercies will abound towards all of us. We pray, O Lord, all these in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Shall we please be seated as the Tema Youth Choir takes us to a patriotic song. Tema Youth Choir.